السلام عليكم. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض لانجري ستان. كان عندي حتة قماشة ستان. لو انتي هتعملي اللانجري ده فهتجيبي متر من القماش. اول حاجة طبقت القماش بتاعي على 2 واخدت الطول المطلوب لللانجري اللي انتي محتاجاه. انا كنت واخداه 90 سنتي، وهنا هعمل خط بالعرض عند نهاية الطول بتاعي اللي انا محتاجاه. وطبعا عشان القماشة ستان وناعمة جدا فبتزحلق مني، فلازم اتعامل معاها بحذر خالص. اخدت الخط العرض بتاعي وهبدأ بالخطوط العرضية بتاعتي كلها وهرسم باترون طبيعي خالص، وبعد كده هبدأ احدد عليه اللانج بتاعي. اخدت من الخط العرض اللي انا عاملاه مسافة طول الوسط، وكان عندي طول الوسط 38 سنتي، وعندي 38 عملت خط عرض. عشان اجيب خط الصدر قسمت المازورة بتاعتي بالنص وحطيت نقطة، وبعد كده نزلت من النقطة دي 3 سنتي عشان اجيب خط الصدر بالظبط. ده قانون. وهعمل كمان خط الصدر، يبقى انا كده عندي خط الصدر وخط الوسط. هنزل من خط الوسط بتاعي مسافة 18 سنتي عشان البنت مش طويلة. مسافة طول الجنب 18 سنتي، وهعمل خط عرض اخر وهيبقى اسمه خط الارداف. بعد كده بطلع للخط الاول بتاعي خالص وباخد 7 سنتي اللي هو معروف عندي، باخده للرقبة وبنزل من الخط ده 3 سنتي وبعمل خط بيوازيه. الخط ده هنزل عليه ميل الكتف. ميل الكتف عندي كان 12 سنتي. حطيت نقطة عند 12 سنتي وبدأت ارسم خط ميل الكتف، ومن نقطة ميل الكتف دي هنزل بخط عمودي على خط الصدر. عمودي يعني هوقف المسطرة بتاعتي كده وهنزل بيها خط عمودي عشان يبقى معايا الشكل ده. بعد كده من الخط ده بقسمه على 3، فباخد التلت من تحت، او بتاخدي 7 سنتي وبتحطي نقطة. بعد كده باجي عند الخطوط العرضية بتاعتي، ده خط الصدر، باخد ربع دوران الصدر، كان عندي 21 سنتي، وباخد ربع دوران الوسط وبيبقى عندي 17 سنتي، وباخد على خط الأرداف ربع دوران الأرداف اللي هو كان عندي 2 أو 23 سنتي. وبعد كده هنزله بآخر القماشة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني الديل عندي بيبقى بالشكل ده. وببدأ أوصل الأرداف بالوسط والوسط بالصدر. وبعد كده هجيب مسطرة المنحنيات بتاعتي الأول، بس هدخل 1 سنتي علشان عندي الأمام بيبقى داخل 1 سنتي في الباترون، في باترون الأمام. بعد كده هوصل التلت الأخير مسطرة المنحنيات زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. يا رب يكون بس الصورة واضحة او الخطوط باينة. بعد كده هاجي في منطقة الوسط دي وهقسم مسافة الوسط بتاعي بالنص، يعني 17 هقسمها بالنص بالظبط واحط نقطة، وهاخد خط بيوازي خط طول الباترون اللي هو خط التانية بتاع القماش ده. هاخد خط بيوازيه من اول ديل اللانجري لحد الخط الاول فوق خالص. باخد الخط ده ليه؟ علشان هعمل عليه تحديد شكل الصدر اللي هحتاجه. الخط ده هنا تقاطع معايا مع خط الصدر، المسافة اللي هو تقاطع فيها دي هطلع منها 8.5 سنتي. طب ليه؟ علشان هحدد منطقة الصدر يعني الصدر بتاع الموديل اللي انا بشتغلها، لان في قانون عندي بيقول علشان نجيب مكان الصدر بالظبط اللي هي العلو بتاع الصدر ده بالظبط، بجيب دوران الصدر كامل وبقسمه على 10. فطلع عندي 8.5. طلعت على الخط ده 8.5 سنتي، وبعد كده دخلت من الخط التانية على خط الصدر 1 سنتي، وممكن ما تدخليهوش وممكن تدخلي نص سنتي، وبتوصليه بخط الابط زي ما انت شايفة كده. هنا هسيب لنفسي توسيع شوية، علشان الاول كنت هسيب لنفسي يا دوبك مسافة خياطة بس،
وهعمله مجسم على قد البنت بالظبط. بس بعد كده افتكرت ان الستان مفهوش مطة، وده لانجري لازم يبقى مريح، فانا هاخد وسع زيادة علشان يبقى فيه راحة مش همشي على المقاسات بالظبط عشان ما يبقاش مجسم، وهاخد بزيادة علشان يبقى مريح وفضفاض معايا شوية، يعني واسع. فهمشي على خط الرسمة اللي هو بتاع الصدر زي ما انتوا شايفين كده، وطلعت عنها كمان 1 سنتي عشان تعمل معايا شكل مثلث احلى، ونزلت على حردة الإبط. وطبعا ما مشيتش على التجسيم اللي كان جوه، لا مشيت بره شوية بحيث ان انزل باللانجري على وسع كده وما يبقاش ضيق وخانقها. هنا المهمة كده اللي هي يعتبر اللي فيها شغل خلصت. ده الشكل هيبقى بالمنظر ده، هو ده شكل شكل اللانجري اللي احنا محتاجينه. وكمان هاخد فتحة من ديل اللانجري لحد خط الأرداف عندي. طبعا الخط ده اللي انا خدته من مسافة الصدر فوق لحد الديل، هفتحه لحد خط الأرداف. عشان كده حد مثلا هيسأل يقول احنا ليه رسمنا الباترون الأول؟ انا من الناس اللي بحب ارسم الباترون بتاعي عشان الباترون بيحدد لي حاجات كتيرة. ناس بتاخدها كده بالويم وبالتقدير، لا انا باخدها من على الباترون. يعني انا عند خط الارداف اللي هو بالعرض ده وهقف. لو مش مثلا ما كنتش رسمه خط الارداف، انا كنت هعرف ازاي؟ في ناس بتبقى بالخبرة بتقدرها، لا انا بحب ارسم الباترون علشان ابقى فاهمه فين منطقه الارداف، فين منطقه الوسط، وفين منطقه الصدر، والخطوط العرضيه دي هي اللي بتوضح لي. المهم عندي فتحت الخط ده لحد منطقه الارداف كده، يعني في الامام هيبقى واصل لحد منطقه الارداف، ده اللي قصدي عليه. هنا الفتحه دي هعملها اوفر واتنيها تانية بسيطه جدا على الحرف، او ممكن في ناس بتستكفى بالاوفر اللي هو بيبقى نفس درجه لون القماشه اللي بنستخدمها بالظبط. يعني ينفع كده وينفع كده لتشطيب الفتحه دي. هجيب بقى القماش الباقي واحطه تحت القطعة اللي انا رسمتها دي، او اللانجري او الامام من اللانجري، و يعني هتني منطقة الصدر بس، وبعد كده هنزل بالظبط كده. انا بظبط القماش بتاعي. هجيب بقى القطعة التانية واحط المتني على مقفول على المتني على مقفول، يعني خط النص على خط النص، عشان محدش يحطه على مفتوح ويتلخبط. القماشة هنا عمالة تروح وتيجي مني لان هي طبعا ستان خفيف جدا، يعني اشبه بالحرير، فصعب التحكم فيه. بس ربنا معانا كده ان شاء الله، وهنبقى قدها. هتني المسافة بتاعة الصدر دي اللي هي رسمة الصدر دي، هتنيها. وطبعا عشان ما هقدرش في القماش هسحب بقى المسافة كلها لحد اخر قطعة عندي في بصوا كل ده كان ممكن يبقى هادر، بس لا انا بطلع للاخر، بس بسيب مسافة خياطة. الظهر هيبقى ستريت و يعني مستقيم. مجرد بس ان انا هعمل اوفر، هسيب مكان للخياطة. هعمل اوفر وهسيب وسع ورا بزيادة علشان هخيط استك. هنا القطعة هاخدها يعني شبه مستقيمة، اللي هو خط من فوق مستقيم، ومش هاخد تجسيم خالص في تجسيم الوسط والصدر والارداف، مش هاخد تجسيم، بل بالعكس هسيب الزيادة دي عندي هتفيدني ان هو هشد استك كده في الظهر، وهيبقى من ورا مريح مفيهوش تجسيم. بظبط بس قماشي الاول علشان زي ما قلت لكم الستان
متعب جدا في الشغل وبيروح وبيجي كتير. بس كده هو هخليها كده القطعة مستقيمة، هقص عند الديل وخلاص. يعني قصيت عند تنيت الصدر وقصيت باستقامة زي ما انتوا شايفين، وسبت التجسيم ما اخدتش فيه حاجة لاني هكشكشه باستك في الظهر، وهاخد عند الديل وكده يبقى خلاص تمام. هو ده اللي انا قصدي عليه، ان انا الخلف هكشكشه باستك. بس كده يعتبر اللانجري خلص. كل الموضوع ان انا هجيب الباقي من القماش، وهاخد قطعة بعرض القماش الموجود عندي كله، يعني القماش ده كله، وهاخد بس بطول القماش كله، وهاخد القطعة عرضها 4 سنتي. هظبط القماش بتاعي الاول، وهاخد قطعة 4 سنتي، عرضها 4 سنتي. علشان هعملها الحمالات بتاعة اللانجري، اللي هو هتني 1 سنتي يمين و1 سنتي شمال، وبعد كده هتنيها مرة تانية علشان تبقى واقفة معايا لما اقعد على المكنة. يعني انا بظبط شغلي على الترابيزة عشان وانا قاعدة على المكنة مجرد بس ان انا همشي بخط خياطة شيمة، ما تعبش نفسي، ومثلا اتني انا على المكنة. هي المكوة بتظبط لي الشغل بتاعي. فهاخد القطعة اللي قصيتها دي، هقص بس منها الاوفر الموجود علشان ما يتعبنيش في الشغل. هاخد القطعة دي وابدأ بالمكوة اتني 1 سنتي يمين 1 سنتي شمال، وبعد كده اتني كمان مرة علشان يبقى زي ما قلتلكم على المكنة. انا بس مجرد ان انا باخد خط شيمة. هتشوفوا شكل الحمالة دلوقتي هيبقى عامل ازاي بالظبط. هتني كده، ولو لقيتها متعبة معايا اني اعمل الاتنين مع بعض، ممكن اخد السنتي الاول اللي هو اليمين، وبعد كده اخد السنتي الشمال، وبعد كده اكوي مرة تانية بالنص. على فكرة دي نفس طريقة البي، يعني انتوا لو بدل ما تشتروا بي جاهز، انتوا ممكن من نفس قطعة القماش اللي انتوا شغالين منها الموديل بتقصوا 4 سنتي، وبتبدأوا تتنوا 1 سنتي شمال 1 سنتي يمين، وبعد كده تتنوها مرة كمان، وبتبقى هي نفس البي الجاهز اللي بتشتروه. زي ما قلتلكم هياخد منكم متر واحد بس قماش، مش اكتر من كده. الا لو عايزة تخليه طويل خالص للارض، ممكن بقى تخليه متر ونص. انما لو مثلا قصير فمتر كفاية. معلش الموبايل كان بيرن، لو طلع صوت يعني في الفيديو فده رنة الموبايل. هكمل معاكم، وبعد كده زي ما قلتلكم بتنيها بكمل تانية، يعني 1 سنتي يمين 1 سنتي شمال، وبعد كده بتنيهم مرة كمان، وهما بيبقوا ال4 سنتي بتوعي بالتمام والكمال. وده بيبقى شكل الحمالة بتاعت اللانجري بتاعتنا، وبتبقى واقفة على الخياطة بس. طبعا التشطيب ازاي